شوفوا هالحركة، رفع اليدين، الدعاء في الحديث أن الدعاء يدفع البلاء، وفي رواية يدفع ما نزل من السماء وما خرج من الأرض من كل البلاء. ولذلك إذا رفع الدعاء ونزل البلاء فإنهم يعتلجان يتصارعان بين السماء والأرض إلى قيام الساعة. الدعاء يرد عنا البلاء، رفع أكف صادقة تدفع بلاء عن هذه الأمة. أين الصادقين؟ أين المخبتين؟ أين المصلين القائمات في البيوت، الصائمين، الركع السجود؟ علموا أطفالكم أن يرفعوا أكفهم. في حديث سلمان: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع أكفه إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين. يمر في اليوم وفي الأرض الصائمون كثر، القائمون كثر، الركع السجود في أوقات يتنفلون كثر، الطائفون بالبيت الحرام كثر، المعتمرون، المتصدقون، الصادقون، المنكسرة المخبتة قلوبهم، العائدون الأوابون إلى الله ما أكثرهم. ارفعوا أكفكم إلى السماء، ادعوا الله. يقول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ كل مرة إذا سئل النبي عن شيء يقول الله: قل. يسألونك عن الأنفال؟ قل. يسألونك عن الأهلة؟ قل. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل. يسألونك عن المحيض؟ قل. إلا لما قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل، قال: وإذا سألك عبادي عني أنا أجيب مباشرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لاحظوا، ما قال أجيب دعوة المؤمن ولا دعوة حافظ القرآن ولا دعوة اللي فقط يصلي. لا شك هؤلاء لهم فضل وقد يكونون إلى الله أقرب، لكن أجيب دعوة الداعي، عموم الداعي، كل من دعا الله تبارك وتعالى استجاب الله له. فألح، وخاصة في وقت الاضطرار والحاجة والافتقار إليه. يا جماعة، حنا في كرب وفي شدة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نتضرع إلى الله في حال انكسار رغبة في أن الله يعطينا. ليش الله جل وعلا جعل أسماءه كثيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له 99 اسما، من أحصاها هنا مو بمعنى عدها، يعني فهمها. من عرف الآمر هانت عليه الأوامر، من أحصاها دخل الجنة. الذي يحصي يعرف. ليش الله يختم أغلب آياته ومواعظه في القرآن الكريم سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى؟ لا تكاد تمر على صفحة في المصحف إلا العليم، السميع، الفتاح، الرزاق، الباسط، الأول، الآخر، الظاهر. لماذا؟ تختم بالرحيم، الرحمن، العفو، الغفور، كلها حتى يقول: هذا أنا ربكم الأعلى، أنا الله. ولذلك اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلة، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. حتى قال النبي لعبد الله بن مسعود لما قال: أو نتعلموها؟ قال: نعم، تعلموها وعلموها. نتعلم أن ندعو الله بأسمائه وندعوه سبحانه وتعالى في السراء والضراء. ندعوه. عندنا مواطن إجابة كثيرة، وعندنا أسماء لله عظيمة، وكل أسماء الله جليلة عظيمة. ترفع أكفك صادقا إلى الله تدعوه.